الحراك التهامي معروف على أنهم منذ القدم يعني ناس مسالمين، لا يلجأوا للفوضى ولا يلجأوا للبلطجة ولا يلجأوا للقتل وما شابه ذلك، وإنما هذه أعمال مفتعلة من أشخاص متنفذين ومتسلطين يريدوا أن يودوا بالبلد إلى فوضى وفتنة وما شابه ذلك. القضية التهامية قضية عظيمة، أصحاب تهامة يعني مظلومون اقتصاديا واجتماعيا، حتى أن أصحاب التهامة تجدهم في النقاط يفتشون، بينما القبائل تأتي من فوق وتدخل من النقاط بالأسلحة. لا ندري ما هي المفارقات بين القبائل وأبناء تهامة. أؤيد بأن الحراك التهامي يطالب بحقوقه بس بطريقة سلمية بدون فوضى، لأنه الإنسان يطالب بحقوقه بس بطريقة سلمية واقعية، مش بطريقة السلاح، بطريقة الفوضى، الهدم.